عزيزي تيو، إلى أين تمضي الحياة بي؟ ما الذي يصنعه العقل بنا؟ إنه يفقد الأشياء بهجتها ويقودنا نحو الكآبة. إنني أتعفن مللا لولا ريشتي وألواني هاده، أعيد بها خلق الأشياء من جديد. كل الأشياء تغدو باردة وباهتة بعدما يطأها الزمن. ماذا أصنع؟ أريد أن أبتكر خطوطا وألوانا جديدة غير تلك التي يتعثر بها بصرنا كل يوم. كل الألوان القديمة لها بريق حزين في قلبي. هل هي كذلك في الطبيعة أم أن عيني مريضتان؟ ها أنا أعيد رسمها كما أقدح النار الكامنة فيها. في قلب المأساة تمت خطوط من البهجة، أريد لألواني أن تظهرها. في حقول الغربان وسنابل القمح بأعناقها الملتوية، وحتى حداء الفلاح الذي يرشح بؤسا تمت فرح ما أريد أن أقبض عليه بواسطة اللون والحركة. للأشياء القبيحة خصوصية فنية قد لا نجدها في الأشياء الجميلة، وعين الفنان لا تخطئ ذلك. اليوم رسمت صورتي الشخصية، ففي كل صباح عندما أنظر إلى المرآة أقول لنفسي: أيها الوجه المكرر، يا وجه فانسان القبيح، لماذا لا تتجدد؟ أبصق في المرآة وأخرج. واليوم قمت بتشكيل وجهي من جديد، لا كما أرادته الطبيعة، بل كما أريده أنا أن يكون. عينان ذئبيتان بلا قرار، وجه أخضر ولحية كألسنة النار. كانت الأذن في اللوحة ناشزة لا حاجة بي إليها. أمسكت الريشة أقصد موسى الحلاقة وأزلتها. يظهر أن الأمر اختلط علي بين رأسي خارج اللوحة وداخلها. حسنا، ماذا سأفعل بتلك الكتلة اللحمية؟ أرسلتها إلى المرأة التي لم تعرف قيمتي وظننت أني أحبها. لا بأس، فلتجتمع الزوائد مع بعضها. إليك أذني أيتها المرأة الثرثارة، تحدثي إليها. الآن أستطيع أن أسمع وأرى بأصابعي، بل أن أصبعي السادس الريشة لا تستطيع أكثر من ذلك. إنها ترقص وتداعب بشرة اللوحة. أجلس متأملا. لقد شاخ العالم وكثرت تجاعيده، وبدأ وجه اللوحة يسترخي أكثر. يا إلهي، ماذا باستطاعتي أن أفعل قبل أن يهبط الليل فوق برج الروح؟ الفرشاة، الألوان، وبسرعة أتداركه. ضربات مستقيمة وقصيرة، حادة ورشيقة، ألواني واضحة وبدائية، أصفر، أزرق، أحمر. أريد أن أعيد الأشياء إلى عفويتها، كما لو أن العالم قد خرج توا من بيضته الكونية الأولى. شيئان يحركان روحي: التحديق بالشمس وفي الموت. أريد أن أسافر في النجوم، وهذا البائس جسدي يعيقني. متى سنمضي؟
نحن أبناء الأرض حاملين مناديلنا المدماة، ولكن إلى أين؟ إلى الحلم طبعا. الأسود والأبيض يلونان الحياة بالرمادي. للرمادي احتمالات لا تنتهي: رمادي أحمر، رمادي أزرق، رمادي أخضر. التبغ يحترق والحياة تنسرب. للرماد طعم مر بالعادة نألفه ثم ندمنه، كالحياة تماما. كلما تقدم العمر بنا غدونا أكثر تعلقا بها. لأجل ذلك أغادرها في أوج اشتعالي. ولكن لماذا؟ إنه الإخفاق مرة أخرى. لن ينتهي البؤس أبدا. وداعا يا ثيو، سأغادر نحو الربيع.